السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في الدرس السادس من سلسلة ال OOP. النهارده هنتكلم عن مفهوم مهم جدا جدا واسمه البوليمورفيزم أو تعددية الأشكال. هي الكلمة ممكن تكون تقيلة شوية أو مش مفهومة، ولكن هي بكل بساطة هي إن الكود بيتصرف بكذا تصرف على حسب السياق اللي بيشتغل فيه. طيب، عشان برضه نراجع احنا وصلنا لحد فين. احنا المفروض خلصنا الابستراكشن آخر فيديو، وبعد كده خلصنا كل الحاجة المتعلقة بيه من ناحية الانترفيس والابستراكشن بشكل عام. خلصنا الانهيرتنس والكومبوزيشن والانكابسوليشن. فآخر حاجة معانا إن شاء الله هي إيه؟ البوليمورفيزم. وإن شاء الله يكون درس إيه؟ سهل ولذيذ يعني. أول حاجة لازم تعرفها، أول حاجة عامة لازم تكون في بالك إن البوليمورفيزم ينقسم لحاجتين. حاجة اسمها الأوفر لودنج، حاجة اسمها الأوفر إيه؟ رايدنج. طيب، بيختلف على حسب إيه؟ الاتنين. الأوفر لودنج ده بيتنفذ حاجة اسمها الكومبايل تايم وحاجة اسمها الران تايم. طيب، اللي بيختلف ما بينهم هما الاتنين هي حاجة واحدة. يعني إيه أصلا كومبايل تايم ويعني إيه ران تايم؟ الكومبايل تايم هي الوقت اللي أنت بتكتب فيه الكود بتاعك. أنت دلوقتي قاعد بتكتب الكود، فمثلا أنا كتبت أي حاجة هنا فعمل لي إيه؟ ايرور، إن في هنا إيه؟ مشكلة، صح كده؟ هنا مثلا إيه؟ في syntax ايرور مثلا هنا، تمام كده؟ ده اسمه وقت الكومبايل تايم، وقت ما أنت بتكتب إيه؟ الكود. تمام. وقت بقى الران تايم هو امتى؟ اول لما ندوس على علامه الرن دي هيحصل ايه؟ وقت الران تايم. الموضوع ده بيبقى ماشي ازاي عامه، او عشان تبقى فاهم برضه الكومبايل تايم ماشي امتى والران تايم ماشي امتى. وزي ما قلت الكومبايل تايم جاي من كلمه كومبايل، يعني الكومبايل ده بيحصل امتى؟ وانت قاعد بتكتب الكود، تمام كده؟ بيحصل الايرورز بتبان لك وقت ايه؟ ما انت عامل بتكتب الكود. طيب، الران تايم زي ما قلت لك اول لما تدوس على هنا ويبدا الكود يرن في الخلفيه او يرن جوه الماشين، ساعتها ده اسمه الران تايم. مش تبقى عارف بس ايه التايم ده امتى والتايم ده امتى. طيب بقى بالنسبه ليه بقى ليه يعني ايه اوفرلودنج ويعني ايه اوفر رايدنج، تمام كده؟ الاوفرلودنج بشكل عام هو انك تكتب نفس الفانكشن، يعني الفانكشن يكون ليها كذا امبلمنتيشن. يعني كذا امبلمنتيشن يعني يكون ليها، مثلا انت قلت ان عندك فانكشن اسمها مثلا احنا قلنا الفانكشن هنا كان اسمها ايه؟ مثلا شيب، تمام كده؟ عندك فانكشن اسمها شو، وعندك فانكشن اسمها تاني شو. بس دي بتاخد انتجر نوع اكس، ودي تاخد انت سترينج نوع ايه؟ اس، تمام كده؟ واس نوع سترينج، تمام كده؟ طيب، مع كده ان التو فانكشن ليهم نفس الاسم، صح كده؟ حصل هنا ده ايه؟ الاوفر ايه؟ لودنج. الاوفر لودنج ايه؟ انك عملت اوفر لود على البروسيسور، او عملت اوفر لود على ماشين انها مستنيه ان انت لما دخلت لها رقم هتنادي ايه؟ الفانكشن الاولانيه، تمام كده؟ ولو دخلت لها اي حاجه كتابيه سترينج او ايا كان، برضه ايه؟ هتلاقي الفانكشن التانية. طب ده بيختلف على اساس ايه؟ بيختلف على حسب الانبوت اللي انت تبعته لها. فيبقى الاوفرلود بشكل عام بيكون في عدد البارامترز، في شكل البارامترز، في نوعهم، في اختلاف المحتوى بتاعهم ايا كان والامبلمنتيشن. لكن بيكون هي نفس الفانكشن ليها نفس الاسم، وبيختلف في الجزئيه دي. زي ما قلت لما يكون مختلف النوع، مختلف في العدد. يعني مثلا لو عملنا void show تاني وعملنا نوع حاجة تانية مثلا void مثلا هنا دخلت حاجتين مثلا int و string، حاجتين كلهم نفس الفانكشن. انا بقى ايش عرفني لما اجي انده في المين واقول له انا يا سيدي انا عايز الفانكشن دي، ساعتها هيبرنت ايه ولا ايه؟ صح كده؟ على اساس الفانكشن انا باعت لها بارامتر ايه، هو هيرن الكود على هذا الاساس. فالبوليمورفيزم هو زي ما قلنا ايه؟ ككلمه هي اسمها تعدديه الاشكال. فزي ما قلنا ليها نوعين. النوع الاول زي ما اللي هو ايه؟ الاوفر لودنج، تمام كده؟ اللي احنا الحاله اللي احنا فيها دلوقتي اسمها ايه؟ ميثود ايه؟ اوفر لودنج. انت مسكت نفس الميثود ونفس الفانكشن بنفس اسمها، ولكن لعبت في البارامترز بتاعها، في نوعهم، في عددهم، في الكلام ده. طيب، تمام كده؟ طيب، بالنسبه بقى للاوفر رايدنج. الاوفر رايدنج يعني ايه؟ يعني انت بتوفر رايد على حاجه. يعني ايه اوفر رايد؟ يعني بتعدل على حاجه اصلا اوريدي كانت موجوده. وده بيحصل امتى؟ بيحصل في حاله انك مثلا بتنهرت من كلاس تاني، والكلاس ده انت مثلا في امبلمنتيشن معين، فانت خدت نفس الامبلمنتيشن بس قلت لا، الامبلمنتيشن ده مش عاجبني، انا عايز اغير في الامبلمنتيشن اللي جواه واعدل على الميثود دي واحط فيها انا الامبلمنتيشن بتاعي. طيب، الموضوع بيتطبق ازاي؟ احنا قلنا مثلا عندنا كلاس اسمه شيب اهو، جميل؟ ده في فانكشن اسمها درو، والدرو دي مثلا بتبرنت ايه؟ شيب. جينا هنا بقى في سيركل، قال لي بقى ايه؟ انا عايزها اكستند من شيب، يبقى انهيرت منه، يعني هو كده شايف الفانكشن دي. كان ممكن لو ما كتبش الفانكشن دي، هو كده شايفها بالامبلمنتيشن ده، بس قال لا انا مش عاجباني الفانكشن دي. عمل حاجه اسمها حط قبليها ات اوفر رايد، وقال لك يا سيدي لا، انا ايه؟ هاوفر رايد على الفانكشن دي واحط الامبلمنتيشن بتاعي انا.
تمام كده. طيب فايه اللي حصل بعد كده؟ حط هنا implementation قال له ايه circle. طيب لو جينا احنا بقى نرن الكود ده، ايه اللي هيحصل في حاله انه احنا قلنا مثلا في حته الشو دي، لو جينا عملنا لقيت الامثله بتاعتها، احنا كل مره نلاقي نفس الفانكشن، ولكن مره بعتنا لها رقم، مره بعتنا لها string، مره بعتنا لها دبل، مره بعتنا لها رقم وسترينج. ساعتها كل مره واحده فيهم عملت رن للكود بتاعها. لو جينا رننا تاني عشان يبان الحاجه دي اهو، طبعا كل مره الحاجه المختلفه بتاعتها مع انها نفس الفانكشن بنفس الاسم. ايش عرفوا بقى ان دي المخصوصه بتاعت اللي احنا مثلا دي مثلا قصده على ايه؟ دي مثلا اهي، حتى لما بنيجي نقف عليها كده ونعلم عليها هو اوريدي بيعلم عليها برضه. فده معناه ان الفانكشن دي هي الفانكشن اللي احنا ايه كتبناها فوق. تمام كده. طيب ده في حاله اللي احنا قلنا ايه الاوفر لودنج. حاله الاوفر رايدنج بعمل شيب وعمل نيو سيركل، عمل اوبجكت من ايه؟ من سيركل، لكن هو شيب. فلما عمل درو ساعتها طبع ايه؟ سيركل، لان هنا الامبلمنتيشن بتاع سيركل هو اللي اتعمل. ليه بقى؟ لان هو ساعتها كان عامل اوفر رايدنج على الفانكشن الاساسيه اللي مكتوب. فبكل بساطه احنا قلنا البوليمورفيزم في حاله الاوفر رايدنج هو عباره عن ان في سب كلاس بيبروفايد الامبلمنتيشن بتاعه. يعني ايه الامبلمنتيشن بتاعه؟ ان هو بينهرت عادي من سوبر كلاس، ولكن هو زي ما قلت لك مش عاجبه مثلا الامبلمنتيشن فعايز يغيره، فحط الامبلمنتيشن بتاعه. تمام كده. المفيد في الموضوع ده بقى ايه؟ بينيبل مثلا انك انت عايز مثلا تحط امبلمنتيشن مختلف، يكون البيهيفير مختلف، يكون في فلكسبيتي في شكل الكود، ومثلا لو عندك كذا نوع تقدر تعدل في الانواع براحتك. تمام كده. الحاجه بقى في حاجه كان اسمها الاوفرلودنج، دي مختصه بالسي بلس بلس بالذات، عباره عن انك بس بتوفر رايد على حاجه كانت موجوده. انت عارف ان البلس مثلا بتعمل ايه؟ بتجمع بين رقمين. تمام. في السي بلس بلس هي اصلا علامه البلس دي معمول لها فانكشن جوه، انت بقى بتوفر رايد عليها وتخليها ايه؟ بتعمل حاجه مختلفه عن اللي هي متعوده عليه او انت المتعود يعني المعتاد عليه. فده برضه كان كتطبيق من الاوفر رايدنج على الاوفرلودنج على الفانكشن، الحاجات الثابته اللي جوه الكود. وده ممكن تجربه مع نفسك وممكن تبحث في الموضوع اكتر وتفهم الفكره بتاعتها، ولكن كلها كده بتطبق الايه؟ الاوفرلودنج، بحيث ان يكون في فانكشن اصلا اسمها اد بتاد ما بين رقمين، وفي نفس الوقت لما تعمل اوفرلودنج عليها انت ممكن تغيرها وتخليها مثلا تاد ما بين اوبجكت واوبجكت، او تاد ما بين حاجتين مختلفين تماما، على حسب بقى ما انت عايز ايه تعمل الامبلمنتيشن بتاعك. وده مثال بقى في الكود. ممكن بقى تشوف الحاجه اللي في البايثون او في الجافا، حاطط لك كذا مثال ليهم. وزي ما احنا قلنا في الكود اللي احنا كنا لسه كاتبينه ده، وده رن ازاي، وكل واحده مختلفه على حسب الفانكشن دي هتبقى بالنسبه لنا اوفرلودنج ولا ايه اوفر رايدنج. قلنا الاوفرلودنج بيكون مثلا فانكشن في نفس المكان وبنفس الاسم، بس الاتريبيوتس بتاعتها او البارامترز اللي انت تبعتها تبقى مختلفه، او عددهم مختلف مثلا، او نوعهم مختلف. لكن الاوفر رايدنج انت مثلا يكون عندك تو فانكشنز في تو كلاس مختلفين، وانت واحد بينهرت من الثاني وبيغير بس الامبلمنتيشن بتاعه، فكده ساعتها كأنه عمل تعديل على الامبلمنتيشن الموجود في الاساس. وكده كده خلصنا البوليمورفيزم عامه، ويعتبر كده شرحنا كل الكونسبتس الاساسيه في الكورس ده. اتمنى الكورس يكون مفيد ليكم، واتمنى ان تكون المعلومات كلها وصلت بشكل بسيط وسهل. وهكون رافع لكم كده كده البي دي اف والسلايدز وكل حاجه جاهزه مرفوعه في الديسكربشن تحت في اللينك، هتلاقي كل التفاصيل، وهتلاقي عليها اكزامبلز واكسرسايز تقدر تحلهم عشان تثبت المعلومه في دماغك. ولو في سؤال، اي سؤال عندكم، ممكن تكتبوا لي في الكومنتات ونرد عليكم في اقرب وقت. وان شاء الله هنزل فيديو يجمع كل الكونسبتس دي في فيديو واحد، بحيث ان احنا نجمع الكونسبتس دي كلها في بروجكت مثلا واحد تقدر تابلاي وتشتغل بايدك يعني على البروجكت ده، وفي نفس الوقت تكون ثبتت كل مفاهيم الاو بي في بروجكت واحد، وفي نفس الوقت ايه تثبت المعلومة أكتر. ولو عجبك الكورس ده ما تنساش تبعته لزمايلك، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.